ايه يا جماعه؟ ايه هنخيب ولا ايه؟ كله بقى بيتجوز خلاص. ربنا رزقكم. تلاقيه شغال على الفيس مثلا، انا مش لاقي اكل، ده انا يا لهوي، ده انا بشحت، محدش معاه 500 الف جنيه سلف. وتاني يوم تلاقيه متجوز. والله كله بقى بيتجوز، كله بقى بيخطب ويتجوز ويقرا فاتحه ايه ده؟ والله تحس ان هم عاملين اوفر على الجواز. يعني تحس ان ابوك ممكن يتجوز تاني، يقول لك خد ياض تعالى هنا، تعالى ده التلات جوازات عليهم جنين هديه. مش فاهم انا ايه ده. وبعدين طبعا ايه، احنا شعب مصري، ما ينفعش نتجوز كده زي بره وتبقى الدنيا جميله وخلاص اتجوزنا غرنا في داهيه الموضوع لا، لازم نسيح. لازم صوره الفيسبوك الشهيره بتاعه الخطوبه، تلاقي العريس والعروسه كده واقفين تمام، وحاطين الدبله في ايديهم. ايه ده؟ انت بتعايرنا عشان اتجوزت؟ نزلوا صورتكم بالدبله يعني بتعايرونا؟ بتعايرونا في فقرنا؟ وبعدين انت ابتديت الطريق الغلط، يعني انت ما عملتش انجاز. لا واللي اسخن من كده بقى صاحبتها بقى، تلاقيها داخله حاطه كومنت: الله بجد ربنا يخليكم لبعض، لايقين على بعض قوي. بس طبعا مش ده الاداء اللي هي بتكتب بيه كومنت. وهي بتكتب الكومنت تلاقيها: الله ربنا يخليكم لبعض يكش تولعوا. ايه ده؟ فيها ايه احسن مني؟ دي فيها ايه احسن مني عشان تتخطب؟ وطبعا احنا عندنا عارفين ان العائله المصريه هي العامل الوحيد اللي بيشجعك على الفرحه. والله يعني انت تبقى قاعد كده فرحان، يعني ما تعرفش من ايه، بس انت تبقى قاعد كده فرحان، تلاقي ابوك دخل عليك بيقول له بابا انا فرحان قوي. يقول لك ايه ده؟ يا حول الله يا رب، مالك يا ابني؟ في ايه؟ مالك؟ ما انت كنت امبارح متضايق وزي الفل. ايه اللي فرحك؟ تقول له معلش والله انا حاسس بامل يعني. امل؟ لا 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 يا وليه، تعالي ارقي ابنك، الواد عنده امل وفرحان. يا ابني مالك يا ابني؟ انت هتخيب؟ ما انت كنت كويس يا حبيبي. طب بص حواليك، في حاجات كتير تضايق. ليه كده يعني؟ ليه كده؟ ما تسيبوا الواحد يفرح يا اخي.